قال لك بعض من الزملكاوية: إمام عاشور الأهلي قرر إعارته. يعيروا ليه؟ يعيروا ليه؟ طب احنا ايه دخلنا في إمام عاشور؟ احنا ايه دخلنا؟ ما يعيروا، ما يخليه، ما يوديه، احنا مالنا؟ يا جدعان يا جدعان يا اخواتي يا زملكاوية، طلعوا إمام عاشور من دماغكم عشان خاطر نركز مع فرقتنا. خلاص إمام عاشور كان في إمام عاشور في نادي الزمالك، دلوقتي أصبح لاعب في النادي الأهلي ومتألق، ولسه هيتألق، ولسه هياخد بطولات، ولسه هيكسر الدنيا في النادي الأهلي. انتوا ليه مش قادرين تنسوا حكاية إمام عاشور والصدمة بتاعت إمام عاشور؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وصلي على حبيبك وسيدك وشفيعك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو انت زملكاوي زي حالاتي اكتب لي عاش نادي الزمالك، ولو انت اهلاوي واد عمي اخويا اكتب لي عاش النادي الاهلي. طيب، في بعض من الزملكاويه لحد دلوقتي مش قادرين يطلعوا امام عاشور. طب انا هقول لك امام عاشور، طب ما كان في ايدك. امام عاشور كان في ايدك، رجع من ميتلاند على نادي الزمالك، ما راحش الاهلي، رجع من ميتلاند على نادي الزمالك، وساعتها كان قاعد المستشار مرتضى منصور، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راح وكلم المستشار مرتضى منصور، قال له انا عايز ارجع نادي الزمالك. قال له يلا 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 بره من هنا، ما عنديش فلوس. بالنص كده. انتوا بتنسوا ليه؟ انتوا بتنسوا ليه؟ كان في امام عاشور، انتوا بتنسوا ليه؟ دلوقتي امام عاشور لاعب في النادي الاهلي، دلوقتي امام عاشور مكانه محجوز في المنتخب المصري، مش عشان بيلعب في الاهلي، عشان متألق، شهادة حق اتحاسب عليه، عشان متألق واحسن واحد في مكانه في مصر، خلاص. ده جالك من ميتلاند، جالك من الدنمارك، قال لك خلصني، ادفع لي فلوسي عشان خاطر اجي العب مع نادي الزمالك. يلا يلا يا ولد، يلا من هنا يا ولد. خلاص راح الاهلي، شاقط لاقط ساقط، خد امام عاشور حقه. مش انت بعت، ايوه بعت. انت قبضت الفلوس ال3 مليون دولار ونص بالعمولة، قبضت الفلوس. راح امام عاشور، راحت ال3 مليون ونص دولار، محدش جايب سيرة لحد دلوقتي، لا هي قاعدة فين، ولا هي اتصرفت فين، ولا هي مش عارف، محدش جايب سيرة. يبقى ما تلوموش على امام عاشور. امام عاشور جه مدلك يده، قال لك انا زملكاوي من صغري، تعالى خلصني، ادفع لي الفلوس. قوبل بالهجوم والرفض، والمستشار مرتضى منصور تهكم عليه وشتمه، وشتم مراته، وشتم ابوه، وشتم امه، زي ما انتوا عارفين. خلاص يتألق مع النادي الاهلي، ياخد افريقيا، ياخد كاس العالم للانديه، ياخد الدوري، ياخد الكاس. خلاص رزقه كده ونصيبه كده، بجهده بعرقه. امام عاشور لو وحش كان هيركن دكه في النادي الاهلي. امام عاشور لو هو مستواه اقل من مروان عطيه، واقل من عمرو السوليه، واقل من ديانج، حدث ولا حرج في النادي الاهلي، كان هيركن دكه. لكن امام عاشور جاي نادي الاهلي نجم، النادي الاهلي نجم كبير، فيستحق المكانه اللي هو فيها، وده رزقه مع النادي الاهلي. وربنا يبارك له، وربنا يعني ينصره على الناس اللي بتقعد تهاجم فيه وتقطع فيه. يا جماعة دي أرزاق، كل واحد باخد رزقه في المكان المخصص ليه. مش هي الكورة دي اللي حتنسينا ربنا وحتنسينا تقسيم الأرزاق. لايك وشير وصلي على حبيبك وسيدك وشفيعك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو انت أول مرة تشوفني اعمل متابعة للصفحة، اعمل لايك، اعمل مشاركة. لو انت اهلاوي اكتب لي عاش النادي الاهلي، لو انت زملكاوي زي حالاتي اكتب لي عاش نادي الزمالك. دمتم سعداء واشوفكم في الفيديو القادم. سلام عليكم.